بنات اليوم غادي نعطيكم جميع الاوراق اللي خاصينكم للزواج المختلط في المغرب، وشنو هما الحوايج اللي خصكم تفاداوهم، شنو هما الحوايج اللي خصكم ديروا باش تربحوا الوقت. بقاو معايا حتى الاخر، غادي نشرح لكم بالتفصيل الممل. اول حاجه هذه هي لا ليست ديال الاوراق اللي خاصينكم. اول حاجه هو الطلب اللي هادي كتبوا الخطيب ديالك اللي مكتوب فيه العنوان والارقام ديال البطاقه الوطنيه ديالك، وهو بالنسبه لي هو جواز السفر. بالنسبه ضروري يكون عندكم 4 صور فوتوغرافيه تكون جديده، يلا خديتوهم بجوج تمشيو تصوروا عند المصور نتيا وياه. اوكي. شهاده الازدياد لكل منهما. هاد شهاده الازدياد ضروري تكون عندك ديالك نتيا، تجيبيها من مدينتك، تجيبيها الاصليه وجيبيه، وهو حتى هو يجيب شهاده الازدياد ديالو من المدينه ديالو، من الدوله ديالو. صافي. شهادة عدم السوابق العدلية مسلمة من طرف السلطات الوطنية لبلده أو بلد إقامته. هذه بأنه خصك تثبتي أنه ما عنده حتى شي سوابق عدلية، دونك خصو يجيب شهادة من البلاد ديالو، تعطالي من البلاد ديالو أنه ما عنده حتى شي سوابق عدلية، ما عمره ما دخل الحبس قبل. أوكي. وبعدو أصلا على اللي دخل الحبس قبل ما عندكم ما ديروا به. شهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب تسلم من المصلحة المختصة بوزارة العدل بالرباط. هاد الشهادة هادي كتمشي للسجل العدلي المركزي اللي كاين الخاص بالأجانب في الوزارة ديال العدل اللي كاينه في الرباط. فهمتوا؟ راه كاينه في المدينة في الرباط. كتمشيو تما، كتمشي كتقول لهم بغيت ندير شهادة ديال السجل العدلي، غتعطيوها لك. صافي ساهله، ما فيهاش زعما بزاف ديال التكرفيس، عادي. دابا الحمد لله كاع الادارات المغربيه مبسطين الامور، ما بقاش داك التعقيد، داك الشيء بقى في الماضي. هاد الشهاده هذه خاصه بالاجانب، دونك هو اللي خصو ياخذها. اوكي. شهاده تثبت المهنه والدخل. هاد الشهاده هذه خصها تكون كتثبت المهنه ديالو، تكون مكتوبه سميت المهنه ديالو واخا، وفي نفس الوقت يكون مكتوبه الدخل، شحال كيدخل في العام، هذا الدخل السنوي. اوكي. نكملوا. نشوفوا دابا فين وصلنا هنايا صورة من جواز السفر وكذا من الصفحة التي تثبت تاريخ الدخول إلى المغرب. هنا غادي يدير فوتوكوبي ديال الباسبور ديالو، وغادي يدير حتى فوتوكوبي ديال ديك لاباج اللي فيها تاريخ الدخول ديالو للمغرب، امتى دخل المغرب. علاش كيطلبوا هذه؟ باش يثبتوا انه دخل المغرب بطريقه شرعيه عبر يعني المطار، ماشي دخل بشي طريقه واحده اخرى خايبه. فهمتوني؟ شهادة الكفاءة للزواج أو شهادة الموافقة على إقامة عقد الزواج للطرف الأجنبي مترجمة إلى العربية ومصدقة عليها من طرف وزارة الخارجية. هذه أغلبية هي اللي كيسولوا عليها الناس بزاف، حيت بدون هذه ما كاين والو. أنا نشرح لكم. هاد شهادة الكفاءة للزواج كتعطى على حسب الدول، كتعطى من القنصلية اوكي ولا السفارة ديال ديك الدولة. بالنسبة فنلندا كتعطي فنلندا متطوره بزاف هادشي ديال الوثائق ديالهم، كلشي اونلاين. هاد الوثيقه هذه طلبها راجلي اونلاين، تسجل اونلاين في الدي في في، وطلبها وصلاتو حتى العنوان ديالو، طلبها في واحد ان توصلوا باللغه الانجليزيه باش اننا سهل لينا نترجموها، ما طلبهاش باللغه الفنلنديه. هذه بالنسبه لفنلندا سهله بزاف، دول متقدمه سهله بزاف. بالنسبه للدول الاخرى في اوروبا صراحه ما عارفاش بزاف المعلومات، خصكم تسولوا البنات اللي مزوجين بالدول الاخرين. انا بالنسبه لفنلندا هذه غير يدفع عليها اونلاين، وهذه توصلوا حتى للدار، وكيخلص واحد المونطو ما عقلتش عاقله شحال، وقيله شي 65 اورو، وكتوصلوا حتى للدار، سهله بزاف. ما هذه فنلندا بالنسبه لفنلندا ما كطلبش من الوزاره ولا السفاره من السفاره باردون، من السفاره ولا القنصليه. وهذه اصلا حتى في فنلندا كتعطيك المصادقه عليها اللي هو لابوستيل. هاد المصادقه عليها راه لابوستيل. هاد الشهاده هذه بالنسبه ديال فنلندا ما كتحتاجش مازال، كتاخدي لابوستيل من عند فنلندا، وما كتحتاجش مازال ديها لوزاره الخارجيه. حنا ما ديناهاش كاع لوزاره الخارجيه، قبلوها لينا حيت فنلندا كتعطي الابوستيل. طلبناه فهمتوا من السيت ويب، طلبنا كلشي، طلبنا الشهاده والابوستيل وجميع الوراق، بحال مثلا حتى هذه فينها شهاده الازدياد، حتى هي جات بالابوستيل ديالها. نسخه من عقد اعتناق الاسلام اذا كان الطرف الاجنبي غير مسلم مصدق عليه من طرف السلطه المغربيه. شوفوا بالنسبه لي انايا راجلي كان مسلم قبل من نتزوجوا، واخا هكاك ما قبلوش ليه زعما ما قبلوش هاد القضيه دي، ما قبلوش زعما يقولوا لا ضيقناك يعني العدول داروا لينا وعاود تاني واحد الشهاده ديال اعتناق الاسلام
صوبوها وهادي وكتصادق من طرف التي طفالي في البيسي وتصادقت من طرف هادي كطلبها خصك هادي اتونسيون راهي خصو غير يجي يصوبها عند العدول قبل ما تمشيو تجمعوا الوراق كاملين. هادي راه غير يجي صوبها حيت هادي كتاخذ حتى هي الوقت باش تخرج من عند المحكمه ويصادقوا عليها حيت هاد شهاده اعتناق الاسلام راه كيمشي عند العدول كيصوبها ولكن خصهم يدفعوا للمحكمه ويصادق عليها القاضي زعما يوافق عليها القاضي. نكملوا شنو مازال. إشهاد بما يفيد أن المرأة المراد التزويج بها كتابية إن كانت غير مسلمة. هذا بالنسبة للدراري أنا ما عرفتش. النسخة من شهادة الخطوبة بالنسبة للطرف المغربي. شهادة الخطوبة ضروري تمشي تجيبيها وهذه تجيبيها من هذا اش كيتسمى مازال البلدية ولا المقاطعة هذه تجيبي شهادة الخطوبة ديالتكي. سهل إلا عندكم شي أسئلة كتبوا لي. هادشي ديالنا حنايا البنات سهل. اللي صعيب هو الطرف ديال الزوج الأجنبي. نسخة من عقد الزواج إذا كان الطرفان متزوجان أو الطلاق إن كان متقن. بالنسبة للحالة ديالي أنا ما عنديش هاد الورقة هادي دونك خصكم تسولوا الناس اللي عندهم هاد الحالة هادي ديال اللي كان ديجا مطلق ولا مزوج. ما عرفتش هاد القضية. شهادة السجل العدلي بالنسبة للطرف المغربي. السجل العدلي سهل الحمد لله بلادنا تطورات ولا عندنا تحنا وثائق إلكترونية كتدفعي هذه إلكترونيكمون وكتاخديها صافي. هذه ديال السجل العادي ديالتك. هذه شهاده طبيه لكل الطرفين من المغرب. كتمشيو عادي هذه كتمشيو عند السبيطار خصو يكون شهاده من طرف السبيطار ولا سبيطار الحومه. كتمشيو لسبيطار الحومه يعمروا لكم شهاده طبيه كيسولوا لكم اسئله وكيعمروا لكم شهاده طبيه صافي وكتديوها بجوجكم خصكم تصوبوها. اجيو نكملوا بقاو معايا باش نعطيكم في الاخر الحوايج خصكم تفاداوهم. يتعين ترجمة جميع الوثائق المحررة بلغات أجنبية ما عدا العربية والفرنسية. بالنسبة هنايا راه الحالة ديال الرباط. أوكي الرباط علاش هنايا في الرباط كتقبل الفرنسية والعربية. بالنسبة ليا كاينين شي وثائق كان صعيب عليا نترجمهم مثلا من الإنجليزية العربية ترجمتهم للفرنسية وتقبلوا ليا. اوكي بحال مثلا وثائق العمل ديال الزوج ديالي. اوكي ودونك الوثائق اللي بالعربيه اللي ماشي بالعربيه الفرنسيه كيتقبلوا اللي بالفرنسيه راه كيتقبلوا. ما عرفتش المدن الاخرين واش كيتقبلوا. البنات يكتبوا لي في كومونتير الا كانوا كيتقبلوا ولا لا. الادلاء ب4 نسخ لجميع الوثائق مع المصادقه على مطابقه للاصل بالنسبه لنسخه من وثائق الطرف الاجنبي. هذا هنايا في هذه المدينه هذه في الرباط طلبوا 4 نسخ لجميع الوثائق مع المصادقه على مطابقه للاصل. مصادقه من مطابقه للاصل هذا لابوستيل هذا هو اللي كيتسمى لابوستيل. بالنسبه لفنلندا ما احتاجيتش ندير لابوستيل في المغرب ابدا. فنلندا عطاتنا لابوستيل كامل طلبناه خلصناه طلبناه اونلاين. الوراق اللي جاو كاملين وصلوه هو الدار وصلوه بلابوستيل ديالهم. فنلندا هكا دايره. بالنسبه للدول الاخرين ما عرفش. بالنسبه للوثائق الفنلنديه سبحان الله العظيم ساهلين وميسرين. اوكي بالنسبه للنصائح اللي نعطيكم باش انكم تربحوا الوقت سمعوا معايا. اول حاجه غادي تقولي للزوج ديالك هو مثلا داير معاك في شهر 8 انه غادي يجيو يتزوجوا ديروا العقد. شهر 7 هذه شنو خصك ديري. هذه صيفط لك الوثائق ديالو كاملين اللي مكتوبين هنايا اللي خصهم يترجموا. هذه تصيفطوهم لك مسكانين هذه سكانيهم ويصيفطهم لك. وهذه تشوفي مترجم محلف لدى المحاكم د المدينه ديالك. عندك تمشي عند اي مترجم اتونسيون سيري عند مترجم محلف. هذاك المترجم محلف يا ما غادي تصيفطيهم ليه في واتساب يا ما غادي تقول لك تمشي عنده تدوي معاه وفي نفس الوقت تصيفطيهم ليه باغ ايميل ولا باغ واتساب. غادي تقول ليه ترجم لي هاد الوثائق هادو يكونوا كتعطيه واحد التصديق. هادي يقول لك هادي يكونوا واجدين ملي هو هادي يجي ما غاديش نعطيك هو ما غاديش يعطيك لوريجينال ديال الوثائق لي زوريجينو ولكن حتى يجي الزوج ديالك. ولكن كتربحي الوقت علاش هادي تاخدي على الاقل حيت ملي هادي مثلا الا تسنيتي حتى يجي هادي ياخذ لك الوقت مثلا 2 سيمانات واحد السيمانه حيت المترجمين كيكون عندهم كلشي عامر. فهمتيني انت خصك تدفعي انت السيمانه الاولى خصك تسالي كلشي وتدفعي المحكمه فهمتوا حيت خصك ما تتابعك مازال البوليس وشحال من حاجه. فهمتيني هذه الحاجه اللي قلت لك زعما باش تفاداي وتربحي الوقت. شنو مازال. حاولي هاد الجوج عاوتاني شهاده الاسلام حتى هي شهاده الاسلام حاولي حتى هي تاخديها اليومين الاولين ملي غادي يجي تمشيو عند العدول باش تدفعوا شهاده الاسلام وهذا والترجمه تدفعوهم حتى هما قبال والنهار الاول تاخذوهم. اوكي هادو باش تربحوا الوقت.
بالنسبه واحد النصيحه نقول لكم، سيروا شوفوا العدول اللي عنده خبره مع الزواج المختلط، العدول اللي ديجا دار هادشي ديال الزواج المختلط. علاش؟ كيكون عنده خبره في المحكمه، وكيكون كيعرف كيفاش يدير هاد الامور في المحكمه، كيكون عندهم فهمتوا كيسر لكم. العدول صراحه كيستحقوا تهلاو فيهم، لانهم كيسروا لكم الامور وكيقادوا لكم الامور ديالكم بالزربه. انا هاد فلوكا ديالي العدول الله يعمر هذا في الرباط اللي بغى الكونتاكت ديالو نعطيكم في سبيل الله، الله يعمر هذا يسر لي الامور ديالي في مدينه الرباط. بالنسبه للبوليس، والبوليس ملي كتدفعوا الدوسي للمحكمه مع العدول، الدوسي كيمشي من المحكمه لعند البوليس ما انتي ملي هادي يقولوا لك مشى الدوسي عند البوليس، عندك انتي تمشي تبقاي تسناي البوليس يعيطولك. ما تسنيش البوليس يعيطولك، هادي تمشي عند البوليس يقول لهم واش وصل لكم الدوسي، عافاكم بغيت الرونديفو ولا واش نقدر دابا ندوز لونتروتيان. حيت الا ما درتيش بحال هكا راه ما غاديش يعيطولك، حيت عندهم بزاف د الخدامين ما غاديش مقابلين، فهمتي؟ عندهم بزاف د الحاجات. يعني من الاحسن من الافضل انك تمشي وتسولي على راسك، فهمتي؟ وتاخدي الرونديفو ديالك باش انك كتمشي كديري داك لونتروتيان معاهم. بالنسبه لونتروتيان ديال البوليس اشنو فيه؟ كاين لا كيستقبلوكم بجوج وكيعطيوكم بجوج كتعمروا وراقي فيهم السيره الذاتيه ديالكم ديال حياتكم كامله، فين قريتو، فين خدمتو، شنو المدارس ديالكم، شنو سميتها، باكم بجوج، امكم، عائلتكم. المهم ديتاي خصكم تكونوا عارفين لي ديتاي في حياتكم حيت تكتبوا كلشي في ورقه، لانهم غادي يديروا واحد انفستيغيشن واحد البحث عليكم باش يتاكدوا واش المعلومات ديالكم صحيحه، وحتى يتاكدوا على داك الزوج واش المعلومات ديالو صحيحه. وياك ما فهمتي زوج خايب، راه خصكم تعرفوا راه لونتروتيان ديال البوليس راه في مصلحتك، راه البوليس راه كيديروا بحال الخدمه ديال باك. يعني ما غاديش يجيو هما يزوجوك باي واحد، حيت حنا مثلا كنكونوا ديك الساعات معصبين لا البوليس معطلين لا، البوليس راه في الخدمه ديالك نتيا، كيديروا واحد البحث كبير باش يتاكدوا ياك ما هذاك شفار كذاب جايب وثائق مزوره، فهمتيني؟ دونك خصك بالعكس تفرحي انه على الاقل بلادنا بوليس ديالها كيديروا هذه القضيه على قبلك، فهمتيني؟ حيت حنايا البنات راه خاكك راه ملي كنبغيو شي شخص ما كنطيحوا عميين، ما كنعرفوش نبحثوا مزيان وهكا. اللهم على الاقل البوليس عندهم هاد الخبره هادي يبحثوا هذا. دونك كيديروا واحد الاستجواب مع الشخص، شنو فين تلاقيتو، شنو درتو، هكا كي داز الخطوبه ديالكم، اسئله بسيطه عاديه غير هما كيبغيو يتاكدوا من داك الشخص اللي غادي تاخديه واش مزيان، ما باغينش يصيفطوك فهمتي لشي مجرم يدير فيك شي مصيبه، والله يحفظ وصافي. المهم صافي داك دغيا انا جاوبوني البوليس مده 3 ايام، جاوبوني داروا داك البحث ديالهم، قلبوا مزيان داكشي. اصلا البحث هما اش كيديروا كيمشيو كيتصلوا حتى بفنلندا وكيديروا البحث ديالهم، وحتى بالنسبه لي انا المدينه ديالي داروا عليا انا البحث، وملي كيتاكدوا من المعلومات ديالكم بجوج صافي كيوافقوا لكم. الحمد لله داكشي تيسر لينا صافي. غير كان البوليس كيعطيو الموافقه كيصيفطوها المحكمه، وكيبقى القاضي هو اللي كيعطي الموافقه في الاخر. القاضي اش كيدير؟ كيقرا هذاك البحث النتيجه ديالو، ماشي البوليس اللي كيعطيو القرار، القاضي هو اللي كيعطي القرار. غير القاضي كيعتمد على القرار ديالو على نتيجه البحث، وكيعطيكم القرار بالزواج. غير كيعطي القاضي الموافقه ديالو الزواج، ديك الساعات العدول يقدر يدير لكم العقد ديالكم. ديك الساعات ما تحتاجوش كاع انكم فهمتوني انكم تسناو مازال، ديك الساعه تقدروا ديروا العقد ديالكم. العقد كيخرج في مده صغيره 3 ايام 4 ايام كيخرج العقد ديالكم واجد. وديك الساعات كتبداو المرحله الثانيه اللي هي الدفيع القنصليه والدفيع الموقع ديال الهجره. بالنسبه لفنلندا كتدفعوا الانتر فنلاند، وراه انت اللي كتدفعي لراسك، راه ماشي راجلك من غير الا ما كنتيش كتعرفي راجلك يدفع ليك، ما كنتيش كتعرفي اللغه الانجليزيه. من نصيحه البنات اللي كيبقاو تسناو رجالهم يدفعوا لهم، تعلموا اللغه الانجليزيه وتعلموا تدويو الراس على راسكم وتعلموا تدفعوا لراسكم كلشي، لانه غادي تبقاي تحطي في راسك في مواقف ماشي هما هادوك الا ما كنتيش كتعرفي اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه تعتقك في حياتك، غادي تطور لك حياتك. تعلموا الانجليزيه، ما تبقاوش خدامين بالترجمه مع الازواج والترجمه، لا تعلمي الانجليزيه الا بغيتي تعتقي حياتك. والسلام عليكم، السلام عليكم وشكرا وعفوا.